السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض رموش الست بطريقه سهله خالص ومبسطه، هتطلع معاكي ناجحه من اول مره. انا عارفه ان انت بتحبيها بس ما بتظبطش معاكي. النهارده هقولك على الطريقه اللي هتظبط معاكي من اول مره بمقادير بسيطه خالص، وتطلع معاكي دايبه بالشكل اللي انت شايفاه ده. بس اهم حاجه تابع معايا الفيديو خطوه بخطوه. وقبل ما نبدا صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نبدا الوصفه بتاعتنا. هنعمل مع بعض السيرم او الشربات. معايا كوبايتين من السكر، بنفس الكوباية هنزل عليهم بكوبايتين الا ربع من المية. هضيف عليهم عصير نص ليمونة، هنزل عليهم معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز تهيد معانا قوام ممتاز للشربات. انا ما بقلبش الشربات علشان ما يسكرش معايا، زي ما هو كده برفعه على النار، واول ما يبتدي معايا غليان بهدي عليه النار وبحسب له 8 دقايق بالظبط واقفل عليه. دلوقتي هنبدأ الوصفة. معانا كوباية الا ربع من السمنة، تكون السمنة شبه مجمدة معانا كده. هضربها معايا كويس لحد ما لونها يفتح معايا شوية. هنزل عليها بربع كوباية من السكر البودرة، هضربهم معايا لحد ما يبقوا القوام كريمي. هنزل عليهم ببيضة كاملة، والبيضة التانية هاخد الصفار على جنب شوية هسيبه، هحتاجه في اخر الوصفة. وهنزل بالبياض على باقي المقادير واضربهم معايا كويس لحد ما القوام معايا يبقى بالشكل ده. هنزل عليهم بكيسين من الفانيليا او بمعلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، هقلبهم معايا كويس. هبتدي دلوقتي انزل معايا بالمواد الجافة. هنزل بكوبايتين من الدقيق. انا الكوباية هنا هي نفس الكوباية اللي بعاير بيها كل حاجة. معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة بسيطة من الملح، نص كوباية من دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسة. هبتدي انخلهم كده علشان اتأكد ان هما مفهومش اي تكتلات. هبتدي اقلب الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه. هحوش المضرب وهبتدي اكمل عجن في الخليط بتاعي بايدي لحد ما العجينة تتلم معايا بالشكل ده. انا ما بعجنش فيها كتير، لان الدقيق السيمولينا ما بيبقاش عايز عجن كتير علشان ما يطلعش مادة الجلوتين اللي فيه وتنشف معايا بعد التسوية، لحد ما العجينة تتلم معايا بالشكل ده. وبعد كده خلاص ببتدي اشكلها. بشكل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بحاول ان انا اكورها وبدوس عليها من فوق ومن تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بحاول اعمل فيها شكل الرموش المعتاد، وممكن تعمليها شكل دائري عادي، الشكل اللي انت تفضليه. التشكيل ده براحتك انت، بس انا هعمل الشكل اللي هو المعتاد، الشكل المتعارف عليه. بالشكل ده كده. انا بوريكي التشكيل مرة واتنين وتلاتة علشان تعرفي التشكيل بالظبط.
بحاول ان انا اخليهم متساويين ونفس الحجم بالظبط. هخلص كل الكمية. دلوقتي انا خلصت كل الكمية. هنا الصفارة بتاعة البيض اللي انا ركنتها على جنب في الاول، هنزل عليها بكيس واحد من الفانيليا علشان ريحة الزفارة اللي فيها. هقلبها معايا كويس وبالفرشة كده، وهدهن وش الرموش. هدهن الكمية كلها. هنا هتكلم معاكم على السمنة. ممكن بدل ما تضيفي الكوباية الا ربع كلها من السمنة، ممكن تخلطيها سمنة على زيت او زبدة على سمنة او زبدة على زيت، هتديكي نفس النتيجة، ما تقلقيش من اي حاجة. هنا بعد ما دهنت وش الرموش الكمية كلها، معايا دلوقتي شوكة وهبتدي اعمل بيها الرسمة اللي بتبقى على وش الرموش. هوريكي دلوقتي بالشوكة كده وبالراحة، هبتدي اسحب سحبة بسيطة علشان تدي معايا نفس الشكل المتعارف عليه. هخلص الكمية كلها. دلوقتي هدخلها على فرن ساخن على درجة حرارة 180. الفرن والشواية شغالين. هسيبها، مش هتاخد معايا 20 دقيقة بالظبط هتطلع. هيكون معايا الشربات دافي والرموش سخنة. هنزل عليها بالشربات وهغطيها بالشكل ده واسيبها 10 دقايق بالظبط، وهفتح عليها زي كده وهقلبها علشان اتأكد ان الشربات او السيرم شربته ووصل لكل جزء في الرموش، علشان ما تبقاش معايا حته شاربه الشربات وحته مش واصلها الشربات. هعملها بالشكل ده كده وهغطيها برضو وهسيبها معايا 5 دقايق تاني. ودلوقتي هبتدي اقدمها معانا. جميله ودايبه مرمله، الطعم فوق الممتاز. ان شاء الله لو عملتي المقادير بالظبط زي ما شفتيها في الفيديو هتطلع معاكي ناجحه من اول مره. طعمها خطير. انا مش عايزه ابالغ واقول ان هي كمان احلى من الجاهز. اديكم شايفين الذوبان بتاعها والترميله بتاعتها ممتازه. وهنا اكون خلصت معاكم الفيديو، ويا رب تكون الوصفه عجبتكم. وما تنسوش تدخلوا تاخدوا لفه في القناه، هتلاقوا فيديوهات كتيره قوي هتعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.